تم العثور أمس الثلاثاء على جثة شاب عشريني على مستوى ضفة لوادي أم الربيع بمدينة قصبة تادلة التابعة لنفوذ إقليم بني ملال. أفادت المصادر بأن الشاب البالغ من العمر حوالي 27 سنة اختفى منذ حوالي أسبوع عن الأنظار، فأشعرت والدته المصالح المعنية مشيرة إلى أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية. وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية انتقلت إلى المكان فور توصلها بإشعار يفيد بتواجد جثة شاب على ضفة لوادي أم الربيع في ظروف غامضة. وجرى نقل جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بني ملال من أجل إخضاعه للتشريح الطبي الكفيل بمعرفة أسباب الوفاة، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً في ظروف وملابسات الحادث. شكراً على المشاهدة، ولا تنسوا ضغط على لايك والاشتراك وزر جرس ليصلكم الجديد.